شاورما فراخ، بس مش اي شاورما، سواء جريل او طاسه هنعمل احلى شاورما بشكل وطعم مختلف وريحه هتسمع لسبع جار. بس ما تنسوش اللايك والشير والكومنت والاشتراك في القناه. هنبدأ بالفراخ، نقطعها شرايح بالشكل ده، او ممكن تخلوا بتاع الفراخ يقطعها لكم. انا عملت ميكس صدور على وراك، وعلى فكره بتكون اطعم من انها تكون كلها صدور. الوراك بتديها نسبه دسم. معانا تقريبا كيلو ونص نركنها ونجهز التتبيله او خميره الشاورما زي ما بيقولوا اخواتنا اهل الشام. معانا علبتين زبادي، عليهم ربع كوبايه من الزيت، على 3 معالق كبار خل، ولو في خل تفاح يبقى تمام، والخل العادي وافي وما نكترش، على ربع كوبايه عصير ليمون، معاهم نص كوبايه عصير برتقال، على معلقه كبيره توم مهروس. ونبدا ننزل بالتوابل. معانا معلقه صغيره من الفلفل الاسود والابيض افضل، عليهم بمعلقه صغيره جنزبيل، ومعلقه صغيره كزبره، معاهم نص معلقه صغيره حبهان مطحون، ومعلقه صغيره من الزعتر، على نص معلقه صغيره معزز نكهه او ملح صيني، واقل من ربع معلقه صغيره قرنفل مطحون وما نكترش، ومعلقه صغيره من البابريكا، عليها معلقه صغيره مرقه دجاج بودر او مكعب مرقه دجاج، ونظبط الملح، واخيرا رشه من بلح جوز الطيب، ونديهم تقليبه بقلب وعلى الفراخ على طول. وما ننساش رشه من بشر قشر البرتقال، هتعلي معانا التيست وهتنقل الشاورما لحته تانية. على 5 ورقات لوري او ورق غار، وهنشيلهم قبل ما ننزل على النار، ونديهم توليفه تمام، ونسرتش او نحطها في كيس بلاستيك وعلى التلاجة اقل شيء 3 ساعات، وكل ما تقعد هتحلو. ونبدا نجهز خضارنا. معانا 3 حبات فلفل الوان من كل لون مقطعينهم شرايح بالشكل ده، على بصلتين كبار، على 3 حبات طماطم شايلين منهم القلب ومقطعينهم شرايح بنفس الشكل، و2 قرن فلفل حر لزوم سبايسي. ونبدا نخش على التسويه. بعد ما سخنا الطاسه ننزل بحبه زيت عليهم الشاورما ونفردها. 3 دقايق ونبدا نقلب، ونفضل معاها تقليب علشان تاخد معانا سوا مظبوط وما تبقاش جنب وجنب. بعد ما وصلنا للتسويه ديت نجنبها او نرفعها من على النار، وفي نفس الطاسه اللي احنا شغالين فيها ومن غير غسيل ننزل بالبصل، ونفضل معاه تقليب لغايه ما يدبل ويبقى بالشكل ده. ننزل عليه بالفلفل الالوان، ونفضل معاه يمين وشمال تقليب تمام. وننزل بالفلفل الحار، واول ما نوصل بالخضار للشكل ده ننزل بالطماطم ونقلب دقيقتين. ونرد بالشاورما ونديهم تسويه كامله مع بعض مع التقليب المستمر. الطعم رهيب والريحه قلب الدنيا، واحلى شاورما هتاكلوها وبالف هنا. وما تنسوش احلى لايك وشير، واكيد يعني لو حبيتونا مش هتسيبونا وهتشتركوا في القناه. سلام.